السلام عليكم يا شباب. ماشي. لما نيجي نفتح السنترال فايل بتاعنا بندوس اوبن. ده السنترال فايل. تمام، نتأكد ان هو التاريخ بتاعنا اهو. يعني اخر واحد اكتب السنترال فايل، بنتأكد ان هو نيو لوكال، ندوس اوبن. تمام. كريت نيو لوكال ده يعني ان هو بيعمل لك لوكال تانية. يعني انت اللوكال ده هو اللي يتحافظ عليه الاعمال اللي انت هتعملها كلها. فازاي تلاقي اللوكالز بتاعتك؟ من هنا، من فايل، اوبشنز، فايل لوكيشن، هتلاقي هنا انا حاطه في المنطقة الغريبة دي. تمام. لو عملنا براوز هنلاقي هيبقى هنا يعني اللوكالز بتاعتنا، ده المكان بتاعها. انت ممكن تلاقيه في مكان تاني، فانت اعرفه من هنا. ليه؟ علشان الخطوة اللي جاية. ماشي، انت تفتح عادي سنترال فايل بتاعك، create new local. هيقول لك الكلام ده انت عايز تسيف على اللوكال الاخير ولا لا. الافضل ده. تمام، لان ده هيمسح لك اخر لوكال انت عملته، ويسيف عليه، يعمل لك اللوكال الجديد عليه. لكن ده هو بيعمل لك لوكال تاني بتايم لاين، يعني بوقت، يعني بيكون اسمه فيه وقت. تمام، ادي السنترال فايل فتح معانا اللوكال الجديد بتاعنا من فوق. ده الاسم بتاع الجهاز. نفترض ان في مشكلة حصلت في اللوكال بتاعك قبل كده اللي انت كنت مسيف عليه. يعني مثلا في لوكال، وليكن اللوكال القديم، نفتح اي لوكال عادي. طيب يا شباب، نفرض ان ده اللوكال القديم حصل فيه مشكلة في السنكرونايز، زي مشكلة نادي كده، المشكلة دي. وده الليفل 1 في اللوكال الجديد اللي هو نيو لوكال. تمام. نفرض ان احنا عايزين ننقل الشغل بتاعنا، اللي هو مثلا كشفين دول. تمام، ليفل 1 هناك في النيو لوكال، بحيث ان احنا ما عرفناش نعمل سينكرونايز، بس هننقلهم هناك، هنعمل كوبي اليوم ونحطهم في ليفل 1 في النيو لوكال. ببساطة هنعمل ايه؟ هنحدد كل الحاجات اللي احنا عايزين ننقلها من فلتر. تمام، احنا عايزين ننقل لايتنج بس، خلاص نحدد اللايتنج. بعد كده ندوس كوبي ونروح على ليفل 1 هناك، وندوس align to current view، هنلاقيهم وصلوا هنا عادي. تمام، وده ينطبق على اي حاجة احنا عايزين نقولها من ملف باظ مثلا او حاجة زي كده، الملف الجديد. بعد كده نعمل لهم باور بقى ووايرنج وخلاص. الافضل عشان ما يحصلش المشكلة دي، ان احنا كل واحد لما يجي يشتغل يعمل create new local. تمام، اول ما يجي يشتغل يعمل create new local، وبعد كده يعمل سينكرونايز لما يخلص شغل. حتى لو عمل سوكت واحد بس في البلان يعمل سينكرونايز مادام عايز يحافظ عليه. ولما يجي يشتغل مرة تانية يعمل نيو لوكال، كريت نيو لوكال، بس كده وشغله كده يتحفظ. لكن انت تفتح كريت نيو لوكال اول مرة تفضل شغال عليه وتسيبه كده، فللأسف ده ممكن يبوظ مع الوقت، بسبب ان الناس مثلا ممكن تعدل في الفاميليز بسبب احتياجاتها الفاميلي دي ان هي تعدل، او تعدل في التاج، او تعدل في حاجة معينة. فبالتالي ده هيأثر على الحاجات اللي عندك، ده مش هيرضى ان هو يعمل سينكرونايز بعد كده. بس كده، شكرا.